السلام عليكم. واش منتخبنا المغربي كان ضعيف ولا فرنسا كانت قويه؟ هذا الشيء اللي غنجاوبوا عليه في هذا لا فيديو. بالنسبه لمنتخبنا المغربي، دوز دور المجموعات مزيان، دوزنا دور 32 دور 16 كلشي دوزناه مزيان، ودزنا لدور الربع ك يعني المنتخب الوحيد الافريقي والعربي اللي داز لدور الربع، على عكس المصريين خرجوا غير من الثمن ومازال كيطبلوا لحد الساعه. يعني دابا لا دخلت الفيسبوك كنلقاهم مازال كيحتفلوا، وديك الحافله مازال كدور، ولو ولو كما كنقولوا بالدارجه تسالها لها الوقود ومازال كدور. عالم دوك خوتنا المصريين جايين من كوكب واحد اخر، ولا كما كنسميوهم حنا كمغاربه كنقولوا لهم الهنود، الهنود ديال افريقيا. حنا برازيل افريقيا وهما الهنود ديال افريقيا. ما علينا. بالنسبه غير بغينا نفتحوا هذا القوس ان مصر شنو كانوا قالوا علينا ملي كانوا كيسولوهم وتيقولوا لهم واش تعاودوا نفس الانجاز اللي دار المنتخب المغربي وغادا نتوصلوا حتى نتوما للنصف. كيقولوا لهم النصف ماشي انجاز، حنا باغا نديو اللقب، باغا نديو الكاس. وات. قال لك اسيدي مصر باغا دير الكاس لان النصف ماشي انجاز، كما قالتها السنغال، كما قالتها الجزائر، كما قالتها مصر. وللاسف كلشي خرج، كلشي ودع، وبقى غير المنتخب المغربي وصل للدور الربع. لولا فرنسا، لولا تألق فرنسا امامنا، لا كون حنا دابا حنا في النهايه. واش كنا نضربوا السبليون زعما؟ كنا طامعين ان نضربوا السبليون لان آه قلنا لا دوزنا فرنسا نضربوا السبليون. هذا الشيء اللي كنا قايلين، ولكن دابا ملي في هذه اللحظه تشوفوا السبليون والارجنتين في النهايه، كنقول صعيب علينا السبليون. كيفاش دارت لنا فرنسا؟ يعني فرنسا دردكت علينا بالدارجه وبنا ضعافين امامها، وجات سبليون حطت لك فرنسا في الحجم ديالها الحقيقي، وبنا حنا اللي ضعافين، شخصيه ضعيفه امام فرنسا. زيرو محاوله، زيرو تسديده، لولا تالق بونو لو خرجنا بشي خمسه بشي. آه اللي بقى فينا هو مثلا في قطر راه خرجنا باللعب، يعني لعبنا درنا، ولو ان الركراكي بدل الخطه خرجنا لاعبين ضاغطين. يعني حنا كما كنقولوا قطعنا التوني تما. ولكن للاسف امام هاد السنه في الربع احصائيات كنا ضعافين، لا من ناحيه الاحصائيه لا من ناحيه الاداء. المشاهد كيشوف الضعف الحقيقي امام فرنسا. فرنسا استحوذت علينا، لم الكره كلاتنا، دارتنا في جيبها، ما بان حتى شي لاعب فينا الا بونو. ولولا تالق بونو والتصدي للركله لا خرجنا بشي رباعيه ولا خماسيه الله يحفظ. المهم ما عليناش. فرنسا بانت قويه، صافي بقينا نقولوا او صافي راه فرنسا صعيبه، داك الشيء علاش حنا بنا ضعافين. ولكن ملي كتجي امام السبليون اللي خرجناها حنا في قطر، السبليون كلات لك فرنسا، رجعتها قزمتها كما كنقولوا، رجعتها لحجمها الحقيقي. كانوا عندها محاولات ولكن حطتها في واحد الموقف لا يرثى له. بان ضعيفه، خرجوا كيبكيو كما داروا لنا درنا لهم. عودوا الى الجزائر، عودوا الى فرنسا، ما تحمسوش. المهم مشاو كيبكيو، قلنا صافي الحمد لله. وكاع المغاربه للاشاره كاع المغاربه كانوا مشجعين السبليون. علاش؟ ماشي حيت يامال مغربي، ولكن حيت يامال هز الرايه ديال فلسطين في نهار التتويج والاحتفال بلا ليغا ديال السبليون. هو هز الرايه لفلسطين. والكيان رغم انه قال له عطيوه عقوبه ما يمشيش كاس العالم، قال له راه عبر على الموقف ديالو عادي. واش في نظركم كو جا المغرب غادي يتعاملوا معاه بهذه الطريقه وكوهز الرايه ديال اخواننا في فلسطين؟ واش كان يكون عنده نفس التعامل؟ واش كان يحضر كاس العالم؟ ما كنظنش كان يحضر كاس العالم، لان اسبانيا شخصيه قويه رغم الاتصال به وقال لهم ما يلعبش كاس العالم. لعب كاس العالم واساسي، وهو اللي ساهم في الفوز، التاهل الى الفينال. المهم يامال نحبوه ونبغيوهم على هذه المواقف ديالهم الفلسطينيه، نبغيوهم يدوزوا. راه حتى المصريين ملي داك المدرب ديالهم ملي رفع الرايه فلسطين قلنا ماشي مشكل يدوزوا على وجه خوتنا الفلسطينيين، على وجه دعمهم للقضيه. ولكن للاسف امام الارجنتين خرجوا بواحد الطريقه ما كانوش كيتوقعوها. يعني هما 80 دقيقه هما راهم دايزين للربع،
ايوا وديك 20 دقيقة اللي بقات أو 10 دقايق اللي بقات كيخرجوا للأسف. ولكن أخوتنا المصريين ما يبقاش فيكم الحال، لأن اليوم لعبة الإنجليز ضد الأرجنتين وقع لها نفس السيناريو، غير هما غيبوا واحد وانتم بجوج. للأسف، للأسف. هنا كتأكد بأن الأرجنتين ما شارية حكام، ما شارية والو، لأن نفس السيناريو اللي وقع مع مصر كرراتو مع انجلترا. وكتخرج الانجليز وكدوز الارجنتين بنفس السيناريو اللي دازت به على مصر. ولهذا ما كاين لا كولاسه ولا حتى شي حاجه. خرجتي اخرج اخويا، مالنا حنا ما قلناش كولاسه. حنا فرنسا كلاتنا، نتوما الارجنتين ريمونتادا تاريخيه. كما وقع لخوتكم السنغاليين. نهضروا على الجزائر. رغم هذاك التمثيليه وداك الشيء، راه ما قدمت حتى شي حاجه. كاب فيردي كانت احسن منها ودات شهره اكثر منها. حنا كمنتخب مغربي خرجنا، ولكن كنا طامعين في اكثر. وتصور كون كانوا المصريين هما اللي وصلوا للدور اللي هذا الربع، كره مازال يبقاو يحتفلوا حتى 2030، وهما دابا حاليا خرجوا غير من دور الثمن ومازال كيحتفل. يلا زيد هاد زيد. هو تيقول لك اسيدي النصف ماشي انجاز، رغم انهم ما وصلوش للنصف. وللاسف ان المصريين كيوصلوا للدور، لهاد الدور باش واصلين. ربحوا ماتش واحد، ماتش. ولا جينا نشوفوا ديك اللي ربحوها هنا دور، ولا الرتبه د الفيفا شي كدا و80 ولا، وكيحتفلوا دازوا غير بالتعادلات وواصلين حتى هما للثمن وكيحتفلوا مازال الكار كيدور. وخا يتسالى الوقت نلقاهم مازال كيدوروا. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو لنا لي لايك، لي كومونتير، الاراء ديالكم، ابوناو في لاشين. كان معكم السلام عليكم.